عليكم، كي راكم دايرين؟ شحال تكونوا بخير ولاباس واموركم هانيه، ومرحبا بكم في قناتكم قناه كوثر للحلاقه والتجميل. نقول لكم مرحبا بكم، ما تنسونيش الجيم والبارطاج مهما اينما كنتم داخل ولا خارج الوطن. ما تنسوش تزوروني على قناتي في التيك توك كوثر دي زد، في الانستا مريم كوكا. مرحبا بكم. استفساراتكم ولا تساؤلاتكم زوروني على الانستا باش نجاوبكم تما، نجاوبكم في اسئلتكم. هنا ما عندي اسئله بزاف، دي فوا نجاوب دي فوا ما نجاوبش، سمحوا لي. بون نروحو ديريكتومون مينوش تاع اليوم. ديري فوق شعرك ناتورال، شعرك لي ماش تاعك مهودين، يخرج لك 100% بني فاتح شباب بزاف. الميلونج هذا يجي على اللي قلت لك درت لي ماش قدم، لي ماش مهودين لها شعرها ناتورال كحل ناتورال، ولا كدارت له مارون هود لها، ولا درت لها اورانج، ولا هادو كاع تخرج عليهم. اللي ما تخرجش عليها هي اللي دايره الاحمر سوريز، ولا دايره الاسود غرابي ما تخرجش عليها، ولا اللي دايره الازرق ولا الاخضر، ولا كيما هادو لي كولور هادو فلاش تاع باستيل. بون ندخل الميلونج بدون اطاله. بعد ما قلت لكم لي ميلونج، بعد ما قلت لكم قاعده اللي تجي ليها لي ميلونج، هاد اللي جا هاد الميلونج تاع اليوم، الارقام الصبغه اللي غادي نستعملوها اليوم. بون اول صبغه معانا، اول ميلونج يعني معانا في لوغيات. انت ما بغيتش لوغيات، روحي اختاري غير الرقم اللي كيبغيته ولا اسم الصبغه وطبقيها في لوغيال تاع باري، ولا في اندريا دوتي، ولا غراسياس، ولا اللي بغيتي، اكسلونس، ولا اللي بغيتي. هو انا هذا الميلونج ما نستغناش عليه، نستعمله بزاف لي ميلونج تاعي، اللي هو لو 23 هو 11.1. ها ولا اشقر جد فاتح رمادي، ها ولا اشقر جد فاتح رمادي. علبة كاملة من هذه، وربع علبة من 11 اشقر رمادي اللي هو بلون سوندري، وعلبة كاملة من 23، وربع علبة من 6.1. بون غادي يخرج لك شباب بزاف. لا كنتي دايره ليماش غادي يخرج لك في الزيتوني، يخرج لك شباب بزاف. ولا ما كنتيش دايره ليماش غادي يخرج لك في البني عادي، بني عادي. لكن شعرك اول مره تصبغيه كان في الاسود، واول مره تصبغيه غادي يخرج لك في البني. لا كنتي دايره ليماش غادي يخرج لك في الزيتوني شباب بزاف، بلون سوندري شباب بزاف. زعما باش تكونوا واعيين، خاش شعر ناتورال ماشي كيما شعر مسحوب اللون. مسحوب اللون تجي كل غليت تختاريها تخرج فوقه. بصح باغ كونطخ الشعر ناتورال غادي تخرج لك باينه في الاورانج، ولا تخرج لك في البرتقالي، تخرج لك في جو فو دير تخرج لك في البنيات والعسليات كيما هكا. اوكسيدون لا كان شعرك ناتورال غادي ديري 30 فوليوم، تبعي مليح. ولا كان شعرك فيه ليماش غادي ديري 20 فوليوم. قلنا الصبغه الاولى اللي هو 23 علبه كامله، وتاع 11 غادي ديري ربع علبه. تسمى هنا غادي ديري على حسب الصبغه، على حسب لوكسيدون غادي ديري علبه وربع. صاي متفاهمين؟ علبه وربع تاع لوكسيدون. هذيك لوكسيدون اللي يجي مع لا تينتور هذيك تاع 60 مليلتر. نعاود لكم المعلومه باش هكا تفادوا الاخطاء اللي غادي توقع في شعركم. بون قلت لكم اللي دايره ليماش تستعمل لوكسيدون 20 فوليوم، اللي ما دايرش ليماش شعرها ناتورال بغات تصبغه بالبني غادي دير 30 فوليوم، تفتحها يخرج لها في العسليات والبنيات يخرج شباب بزاف. ملاحظه طون دو بوز 30 دقيقه كسوا اللي دايره ليماش ولا شعرها ناتورال. ملاحظه ثانيه، الجذور نوصيكم الجذور خلوهم في الاخير، باش ما تجوش تقولوا لي في كومونتير كوثر خرج لي اورانج في الجذور. انا وصيتكم وقلت لكم على الاقل الجذور من الامام، جدره من الامام، الشعر في الامام هنايا امام فوق الجبهه ديريكتومون هنا هذاك المربع تاع لاماش. ديري مربع كبير هنا فوق شعرك وخليه هو التالي. خلي جذور تالي، معليش من الوراء من الخلف ديري نورمال الصبغه تاعك في الجذور، بصح من الامام هنايا كاع في الجذور في الامام كاع الجهه الاماميه ما ديريش. كي تبقى لك 5 دقائق 10 دقائق باش تشلي، روحي ديري في لاغاسين باش تيفيتي باش ما تخرجلكش في الاورانج. هذه هي الملاحظه تاعي. كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم. كاي اي استفسار ولا ما فهمتوش اش حاجه ولا خلوها لي في التعليق. واللي بغات تتصل بيا مباشره تروح عندي في الانستا تشترك وتفعل الجرس وتتصل بيا، فلاني نجاوب كاع اسئلتكم. بزاف بغاو يصبغوا لي شعرهم، نقول لك نصيحه كاخت، نصيحه من القلب والمصداقيه من القلب. نقول لكم اش ديروا واش ما ديروش.
ما لي غير نقول لكم سينو، ما لي غير نقول لكم مرحبا بكم. ما تنسونيش الجيم والبارطاج وتفاعلوا مع القناه باش نزيد لكم اكثر فاكثر. ما لي غير نقول لكم تبقوا على خير، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.